الفيديو اللي انا بعمله دلوقتي ده من الفيديوهات المحببة الى قلبي جدا، لان في لعيبة كسبت كؤوس وفي لعيبة كسبت قلوب الناس. محمد ابو تريكة هو النموذج اللي انا بتكلم عليه في الفيديو ده. كانش اسرع لاعب ولا اقوى بدنيا، لكن كان اذكى واحد في الملعب. بص النهارده هحكي لكم على قصة اسطورة من حواري ناهية لحد ما بقى رمز وايقونة مش بس في مصر، في الوطن العربي كله. اتولد في قرية ناهية بالجيزة يوم 7 نوفمبر عام 1978 من أسرة بسيطة جدا. كان عنده 3 اخوات وكان بيساعد والده اللي كان بيشتغل عامل بناء. في الأجازات كان بيشتغل عشان يجيب فلوس للبيت، ورغم كده ما كانش بيسيب الكورة. لعب في الشارع وكبر حلمه معاه، وأول ما دخل نادي الترسانة بدأ بسرعة الصاروخ. لما كان في الترسانة في الدرجة التانية كان كل الفرق بتخاف منه، لدرجة إن هو كان مسمع في الدوري الممتاز وكان هداف دوري الدرجة التانية، وساهم في صعود الفريق للدوري الممتاز وسجل 27 جون في موسم واحد. انت متخيل الرقم؟ مشكلة ان ما كانش فيه سوشيال ميديا، بس عشان كده ما راحش فريق كبير وهو في سن صغير، فراح الاهلي سنة 2004، وهنا كانت بداية الاسطورة. الاهلي ضم ابو تريكة في يناير 2004 من الترسانة، والصفقة كانت ب 450 الف جنيه بس. انت دلوقتي ما تلاقيش عربية حتى ب 450 الف جنيه. اول ماتش ليه مع الاهلي كان قدام طنطا وجاب جون من اول لمسه، وساعتها الجمهور قال الولد ده اكيد مش عادي، لدرجه ان اول ماتش قمه برضو جاب جون عالمي، شوطه من بره ال 18 ملهاش حل. طبعا الجيل ده كان اسطوري وتكون ثنائيات مش طبيعيه، اذا كان مع متعب او بركات او فلافيو كنت تحط اي حد قدامه يسجل ويهندل نص الملعب. ارقام ابو تريكة مع النادي الاهلي حدث ولا حرج، كبيره جدا. سجل مع الاهلي اكتر من 100 هدف في كل البطولات، فاز ب7 دوري مصري، 3 كؤوس، 6 سوبر محلي، 5 دوري ابطال، شارك في 3 كاس عالم للانديه، وفي منهم اللي هو كانت 2006 كان واخد احسن 3 لاعب في البطوله، غير انه كان هداف البطوله. حاجه خارقه. اي بطوله ابو تريكة كان بيخشها كان ليه البصمه الاكبر فيها، عشان كده اتسمى جيل ابو تريكة. حتى مسيرته مع منتخب مصر اول مباراه دوليه ليه كانت سنه 2001، بس ما كانش بالنجوميه اللي ظهرت بوضوح في بطوله افريقيا 2006 في مصر. سجل جون التتويج في شباك كوت ديفوار البلانتي اللي هو ما كانش عارف ان هو جون التتويج اصلا، حاجه بتاعت ربنا اقسم بالله. ركله الجزاء حاسمه وسجد بعد الجول، والناس كلها سجدت معاه بعد كده. وبطوله 2008 في غانا كان هو اللاعب رقم 1 في المنتخب، سجل هدف في الكاميرون وصنع هدف الفوز التاريخي لعمرو زكي قدام السنغال، وسجل هدف عالمي في انجولا، وكان صانع هدف ابو فهد محمد زيدان في النهائي. واجمالا مع المنتخب لعب 104 مباراة دولية، حدث ولا حرج بقى كمية البطولات اللي احنا لسه ذاكرينها. سجل 38 جون دولي وده رقم كبير جدا، وفاز ب2 افريقيا 2006 و2008 و2010. كان مصاب ومرضاش يروح عشان ما ياخدش مكان حد في المنتخب. لاعب راجل انساني جدا، يعني حبيب الملايين، ارهاب القلوب يا جماعه. ارمي بقى الكرة على جنب، كفايه مواقف الانسانيه. في بطولة الامم 2008 بعد ما جاب الجون في السودان خلع التيشيرت وظهر تحته قميص تعاطفا مع غزة. الحركة دي عملت جدل عالمي في العالم كله، والفيفا انظرته لدرجة انه كانوا هيطردوه من البطولة، لكن هو رد قال ايه بقى؟ قال لك انا بتكلم بلساني ولسان شعب. ساعد ناس كتير من غير ما حد يعرف، اتبرع لناس اتظلموا وزار اسر الشهداء كلهم، وكان بيساعد المرضى والمحتاجين في السر. محبوب من الجماهير كلها، اهلاويه زملكاويه حتى جماهير الفرق التانية. رفض اعلانات وشهرة كتير عشان ما يتاجرش بشعبيته. يا جدعان، هل هيجي لاعب تاني زيه اصلا؟ كل الناس فاكره ان هو اعتزل بعد نهائي افريقيا اللي كان قدام اورلاندو بايرتس، لكن هو اعتزل اصلا بعد كاس العالم للانديه 2013 بعد ما الاهلي خسر من مونتري المكسيكي وخرج. وقال وقتها جمله عظيمه جدا، قال لك الجيل ده يستحق يخرج من الباب الكبير، كفايه لحد كده. قالوا اثر في قلوب كل جماهير الاهلي. لغايه دلوقتي الناس كل ما تفتكره ما بتفتكروش غير بالخير، وهو احسن لاعب جه في تاريخ مصر. حتى لو مش احسن لاعب في الكوره، لكنه باكج كده مفيش حاجه جت زيه في مصر. بعد الاعتزال اشتغل محلل طبعا في بين سبورت، وما بقاش عارف ينزل مصر بسبب مواقفه السياسيه بعد 2013. تعرض لمضايقات كتير واتحط اسمه على قوائم الارهاب، رغم انه ما اتسجنش ولا اتحاكم ولا مره. ومعرفش ايه تهمته كلها انه ارهاب القلوب فعلا، وكل الناس بتحبه، وان شاء الله يرجع مصر قريب ويبقى رئيس النادي. بعد كل الكلام ده
شعبيته بتزيد ما بتقلش. هو عايش في قطر دلوقتي اهو بعيد عن الاعلام المصري، شعبيته قلت؟ بالعكس دي زادت جدا، لانه كان لاعب موهوب، زائد اخلاق، زائد تواضع، زائد حب جماهير، لانه حقيقي مش نجم كرتوني، لانه ما اتغيرش مع الشهرة ولا باع مبادئه عشان ترند، لانه لما كان بيقول انا بخدم الناس كان فعلا بيخدمهم، وهو في الاخر ما بيقولش اصلا انه بيخدم. اللعيبه اللي كانت بتلعب معاه واعتزلت هي اللي بعد كده بتطلع تقول ده كان بيعمل معايا كذا، ده كان بيقول لي ادي فلوس لكذا. انسان. في الاخر محمد ابو تريكة ده ما كانش مجرد لاعب، ده حالة حب، حالة وعي، حالة انتماء، سواء بتحبه او لا لازم تحترمه، لانه شرف الكرة المصرية قدام العالم. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر لحظة فاكرينها لابو تريكة، وهل تفتكروا ممكن نشوف لاعب زيه تاني اصلا في الكرة المصرية او العربية حتى؟ تنساش تعمل لايك، شير، اشتركوا في القناة يعني، واللي جاي من البوازيك جامد قوي قوي قوي. عيشوا بقى رجاله وظبطوني كده بقى، وما تنساش تصلي على النبي وتوحد الله، وما تنساش فروضك الخمسه دول اهم حاجه في يومك، وما تنساش تدعي لاخواتنا في غزه يا رب فك كربهم، يا رب جوع اللي جوعهم، وسلام عليكم يا احلى رجاله في الدنيا. الزمالك واحد ابو تريكه في مباراه تعمل الاوفر تاني، عمل الاوفر تاني والهدف الثاني ابو تريكه والاسلام شاطر، والاسلام شاطر جوه داخل باب العمليات، مقطوع في الخط، مقطوع في الخط يا ابو تريكه، مش ممكن يا جماعه الكوره الحلوه، ايه ده يا ابو 11 نقطه الاسماعيلي طوعيه واختيارا. شوف دي الاول ابو تريكه والهدف. الله 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 يا قناص يا تتعب، وهي واللمه وعلى شماله والعرضيه وهوبا والهدف. الله 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 جد الاهلي خطيره، هي هوبا ولد لعيب وقف وثبته مش ممكن. هو ابو تريكه هو رجل المهام الصعبه، هو امير القلوب. الثالث والهدف الثالث قالت معاك يا ابو تريكه، وجت فيك يا ابو تريكه، عيط وابكي زي ما انت عايز بالاحضان. ادي الحاجات الحلوه بتاعت ابو تريكه. يقول لك بقى لازم امتع الناس، انا بعيد النهارده عن مستوايا لكن اعمل حاجتين ثلاثه كده يعني الناس تتمتع بابو تريكه بتاع زمان. اماميه لفلافيو واحمد حسن وتريكه. يا سلام على وكاس العالم للانديه على طول تتلعب الكوره هنا. يا سلام يا تريكه. كان معاه حسين شكري، ترقيصه يعني على طريقه الكبار، الترقيصه اللي فاتت دي بيعملها يعني رونالدينو، بيعملها ميسي. سلم الكوره تاني، بياخد بيستلم منه اسلام. ابو تريكه عدى ابو تريكه في وسط اثنين، بيزقها لنفسه، بيكمل من الثالث وبيكمل الرابع. ابو تريكه